هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. ناقد دائما، يعني أنت متهم بأنه المشير طنطاوي والفريق سامي عنان أو المشير طنطاوي تحديدا يستخدمك في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، والآن أنت تقول أنك تؤيد خطوة الدكتور محمد مرسي بإبعاد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان. والله يا أستاذ وائل، أنا هقول لحضرتك، أنا بكلم حضرتك بكل إخلاص. ما صدر من قرار الدكتور الرئيس محمد مرسي الرئيس المنتخب بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي ورفاقه للمرة الثانية، أنا بأيده تماما، لأن وللأسف الشديد ما دار في مصر على مدار عام ونصف كان سيناريو لدولة ضعيفة، سيناريو لدولة لا يوجد لها هيبة، منذ أن بدأت بعدم دخول اللواء عماد محافظ قنا إلى مكتبه، انتهاء بعدم دخول الدكتور كمال الجنزوري. فكان السيناريو واضحا. الاتهام الذي يوجه إلي أن المشير طنطاوي يستخدمني ضد الإخوان، للأسف الشديد هذا اتهام خاطئ، لأن سيأتي اليوم الذي يعلم فيه الشعب المصري بأسره حقيقة الأمر وما دار منذ أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية البلاد، وحتى قال الرئيس الدكتور محمد مرسي المشير طنطاوي ورفاقه. أنا ربما إن أنا بعد انتخابات الرئاسية ونتيجتها خرجت في إحدى حلقاتي وتحدثت بكل صراحة وقلت، وانا من قبل الانتخابات كنت بقول للمشير محمد حسين طنطاوي، بقول له اما ان تكون خليفة للمشير عبد الحكيم عامر، واما ان تكون خليفة للمشير احمد اسماعيل علي، ولكنه اكد على اشياء كثيرة لا اريد ان اتعرض لها الان، ولكن كل ما اريد ان اؤكد به انني برأت من هذه الاتهامات. انا لم اتطاول كما قالوا على الرئيس لعدة اسباب. السبب الاول، ربما انت لا تعلم يا استاذ وائل ان الرئيس الدكتور محمد مرسي تربطني به علاقة منذ عام 2002 عندما كان زعيم الكتلة البرلمانية الاخوانية في برلمان 2005 وكان تربطني به صداقة. واول من دخل اول مرة يخرج الدكتور مرسي في برنامج تلفزيوني في التلفزيون المصري كان معايا في برنامج احزاب وبرلمان. ارتبطت مع الدكتور مرسي بعلاقة صداقة، استمرت هذه الصداقة الى ان تعرض الى مأزق في عام 2006 في قضية منشورات وقلب نظام الحكم، وكان معه عدد من الشباب اللي فيهم احد الشباب بيربطني، وهم كانوا اعضاء في هيئة تدريس جامعة الزقازيق اللي كان بيربطني بيه صلة قرابة من بعيد. ووقفت مع الدكتور مرسي في هذا الموضوع لدرجة ان انا تعرضت الى مشاكل انتهت هذه المشاكل بايقاف برنامجي احزاب وبرلمان في عام 2007 بمعرفة انس الفي. الحقيقة كل هذه الامور. طيب استاذ توفيق، انت كمان في برنامجك كنت اكدت انه اللواء عبد الفتاح السيسي الذي اصبح وزيرا للدفاع بعد ذلك، اكدت انه ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين حينما كان رئيسا لجهاز المخابرات الحربية. يعني هل تعني كلامك، وهل بعد ذلك انه حينما يتم تعيينه وزيرا للدفاع هل تعتقد انه او ما زلت مصمما على موقفك من انه ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين وانه كوفئ على ذلك؟ يا استاذ وائل، انا اقول لحضرتك على حاجة. انا ده سؤال مش اسفين والله، لانك قلت هذا الكلام. انا بقول لحضرتك ده كلام انا قلته، تمام، وهذا الكلام انا قلت قبل فيه اللواء عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع. انا قلت في الحلقة اللي قبلها ان القادم وزير للدفاع هو اللواء عبد الفتاح السيسي وليس
اللواء عباس بخيمر كما يقولون. حقيقة الموضوع ربما لا يتسع ان انا اتكلم فيه في مداخلة، ولكن ان حضرتك اردت ان تبدأ فيه فعليك ان تبدأ منذ قضية سلسبيل الشهيرة اللي كانت في التسعينات. انا وانت نبحث عن المتاعب، فهذه هي مهنتنا، فلكي نستكمل عن المتاعب علينا ان نفتش في قضية سلسبيل ونعلم كل هذه الامور. ومتهيألي حضرتك عندك معلومات في هذا بس مع علاقة اللواء عبد الفتاح السيسي بقضية سلسبيل، او الفريق الان الفريق اول عبد الفتاح السيسي بقضية سلسبيل يا فندم. قضية سلسبيل بدأت وحط فيها موضوعات، وهذه الموضوعات كانت خاصة ببعض الأجهزة الحساسة داخل القوات المسلحة، وتم غلق هذا الملف بتعليمات من الرئيس السابق حسني مبارك، وانتهى هذا الأمر ولم يتم التفتيش فيه. الحقيقة أنا ما أقدرش أتكلم دلوقتي في هذا الأمر، يعني بعد يعني حضرتك يعفيني من هذا الرد، ولكن هيجي وقت معين هنطلع بالمستندات امور كثيرة جدا. طيب استاذ توفيق، ايضا من الاسئلة التي تدور في الاذهان، اعتقد البعض انك ستظهر في مليونية 24 اغسطس ولكنك اختفيت تماما، لماذا؟ دي حقيقة سؤال. الحقيقة انا في اخر في حلقاتي كانت موجودة في رمضان، انا قلت ان الثورة مستمرة بعد عيد الفطر المبارك، ولم احدد يوم ولم اتحدث عن يوم، وفوجئت بالاخ الفاضل الدكتور محمد حامد بيعلن عن يوم 24 اغسطس. انا استغربت الحقيقة، وفوجئت بعدد من الناس بتسالني ليه محمد ابو حامد بيقول 24 اغسطس. فطلعت في الحلقة اللي بعدها قلت يا جماعة في 24 اغسطس عام 1954 كان قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحل جمعية اخوان المسلمين واغلاق مقراتها، فربما يكون الدكتور محمد ابو حامد خد هذه الذكرى على اساس يعلن ان احنا ضد الدولة الدينية وبنطالب بعدم اخوانة الدولة. انا طبعا من خلال ان التظاهر السلمي حق كفله القانون والدستور في كل دول العالم وفي مصر، وجميع حقوق الانسان ومواثيق حقوق الانسان بتكفل التظاهر السلمي، انا اعلنت تأييدي لهذا الوضع، ولكني لم اشارك فيه لعدة اسباب. السبب الاولاني ان الامور ما كانتش واضحة، الترتيبات ما كانتش واضحة، بامانة استشعرت حاجات احتفظ بيها لنفسي، معلش يا استاذ وائل، فقررت ان انا لا اشارك في هذا الامر، ولكن انا بدعمه زي ما بدعم اي حد عايز يعلن عن رأيه. ومعلش حضرتك بتتفق معايا ان الثورة انطلقت بشعاراتها عيش حرية عدالة اجتماعية، فحق التظاهر هو احد روافد الحرية، وكذلك الديمقراطية هي ممارسة وليست كلام. يعني كيف يكون هناك نظام ديمقراطي بلا معارضة؟ وانا اعلنت وما زلت بأؤكد على هذا الاعلان، وموقفي لن يتغير ولن يتزعزع، انني المعارض الاول الشرس ضد الدولة الدينية، وان مصر عاشت على مدار اكثر من 1200 سنة دولة وسطية لكي تعكس وسطية الاسلام في صورته الى العالم اجمع، ولعل القرآن الكريم قال وجعلناكم امة وسطا، ونحن نطالب بهذا الامر. طيب هل ستذهب للمحكمة يوم السبت القادم في اولى جلسات قضيتك؟ نعم. هل ستذهب الى المحكمة؟ نعم، انا باذن الله تعالى سامتثل امام المحكمة جنوب القاهرة يوم السبت 1/9، لاني كل ثقة، بل بالعكس انا استشعرت الامن والامان عندما تم تحويلي الى القضاء المصري، لان القضاء المصري ده هو انزه واقوى قضاء في الشرق الاوسط، ولا يسيس ولا يستطيع احد ان يسيسه، لانهم خلفاء الله على الارض ولهم تاريخ طويل. دكتور توفيق، خليني استمع للدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، وهو الذي قدم البلاغ ضدك،
وهذا البلاغ هو الذي بموجبه أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات. دكتور علي عبد العزيز، أهلا بيك. اهلا يا استاذ وائل، اهلا بحضرتك. دكتور توفيق عكاشة معايا بيقول انه انه لم يحرض على قتل رئيس الجمهورية، وانه كلامه اجتزئ من سياقه بهدف اصطياده ومحاولة حبسه بسبب موقفه من جماعة الاخوان المسلمين. نعم، هو في البداية يا استاذ وائل لازم نأكد على انه احنا مع حرية الاعلام وان احنا بنسعى الان لعمل ميثاق شرف ومجلس اعلام حر يضمن يعني الموضوعية في تناول القضايا داخل الاعلام. ايضا بنؤكد على حرية التظاهر السلمي ضد اي سلطة في الدولة. نحن اول من ايدنا الدكتور محمد مرسي، واول من اعترض وانتقد الدكتور محمد مرسي. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيليت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.